السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا شباب في قناتكم جو ماث with مستر عاطفي. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع lesson 2 في الالجبرا secondary one which is title is determining the type of roots of quadratic equation. يعني إيه determining the type of roots of quadratic equation؟ كلنا عارفين إن أي quadratic equation في الدنيا بيكون ليها فورم معينة اللي هي بتكون الإكس بتاعتها باور 2 بالشكل اللي قدامك ده كده. طب هي الايكويشن دي ليها كام روت؟ ليها تو روتس. خلاص، ايه هم التو روتس دول اللي احنا كنا بنجيبها السوليوشن ست؟ احنا كنا بنجيب السوليوشن ست بتاعتنا في بريب 3 وخدناها في الليسون 1 وعرفنا نحددها. طب دلوقتي احنا هنحدد التايب اوف ذا تو روتس، ممكن يكونوا ريل، ممكن يكونوا كومبلكس. طب نحددهم ازاي؟ في طريقتين، يا اما تعمل سولف للايكويشن نفسها، يا اما في حاجه اسمها ديسكريمننت. خلاص، احنا لما كنا بنعمل سولف للايكويشن بتاعتنا كنا بنستخدم الجنرال فورمولا اللي هي قدامك دي. طب ايه هو الديسكريمننت؟ الديسكريمننت اللي هو الاكسبريشن which is under the root اللي هو عباره عن ايه؟ بي باور 2 minus 4 اي سي. طب البي باور 2 minus 4 اي سي انا بعمل ايه؟ بشيل البي واكتب الفاليو بتاعتها، والاي واكتب الفاليو بتاعتها، والسي واكتب الفاليو بتاعتها، واجيب الانسر بتاعتهم في الاخر. فهتديني نمبر من 3 او 3 كيسز، يا اما تطلع بوزيتيف، يا اما تطلع زيرو، يا اما تطلع نيجاتيف. بوزيتيف يعني مور ذان الزيرو، ساعتها بقول ان هم تو ريل بس ديفرنت. طب لو طلع زيرو، تو ريل بس ايه؟ بس ايكوال. طب لو طلع نيجاتيف ليس ذان الزيرو، ساعتها بقول ان هم ايه؟ تو كومبلكس اند نون ريل نمبر. ازاي؟ تعال نشوف اكسرسايز كده مع بعض ونحل مع بعض. هنا اول اكسرسايز، طبعا انت كلنا عارفين ان احنا بنحدد الفاليو اوف A والبي والسي. طبعا الاي اللي هي النمبر which is before x بار 2، والبي ذا نمبر which is before x، اما السي ذا ابسوليوت تيرم. خلاص انا عارف بقى الرول بتاع الديسكريمنت اهو، البي باور 2 ماينس 4 اي سي. طب نعمل سبستيتيوشن، يلا ها. البي بتاعتنا اللي هي عباره عن كام؟ نيجاتيف 3 جوه براكت ما تنساش، نيجاتيف 3 باور 2 ماينس 4 ملتبلاي اللي هي الايه اللي هي ب 1 ملتبلاي السي اللي هي بنيجاتيف 10. خلاص، هتعملها في الكالك وتجيب الانسر على طول ماشي، هتعملها بدماغك برضو ماشي. طبعا هي نيجاتيف 3 باور 2 دي تطلع ب 9، يبقى انا عندي 9. نيجاتيف 4 باي 1 بنيجاتيف 4 باي نيجاتيف 10 تطلع بلس 40، تبقى في الاخر كام؟ 49. طب ما ال 49 دي بوزيتيف، طالما بوزيتيف يبقى احنا بنقول عليهم ايه؟ تو ريل بس ديفرنت. خلاص كده يا شباب. طيب تعالى نشوف اكسرسايز تاني. ها، الاكسرسايز التاني دوت، خلينا نمسح بس البورد عشان الكلام ما يخشش في بعضه. هنا برضو بجيب الفاليو اوف ايه، اجيب الفاليو اوف بي، اجيب الفاليو اوف سي. طب نشتغل بقى على طول. انا عندي البي باور 2 ماينس 4 اي سي، يلا ها. يبقى انا عندي 6 باور 2 ماينس 4 باي 9 باي 1 باي 9. طب 6 باور 2 دي ب 36. طب ماينس 4 باي 1 ب 4، 4 باي 9 ب 36. 36 ماينس 36 بكام؟ بزيرو. ده طلعوا زيرو يا مستر. يبقى اقول له ايه بقى؟ 2 ريل بس ايكوال. يعني ليها تو رول، تو روتس بس هم نفس الروت مع بعض، نفس الروت. خلاص. طب تعالى نشوف ايه اكسرسايز تالت. هنا برضو بجيب الفاليو اوف ايه، الفاليو اوف بي، الفاليو اوف سي. طبعا الاي عباره عن 7، البي عباره عن نيجاتيف 5، اما السي عباره عن كام؟ عباره عن 2. خلاص اشتغل بقى. عندك الرول بتاع البي باور 2 ماينس 4 اي سي. طب البي اللي هي النيجاتيف 5 باور 2 ماينس 4 باي 7 باي 2. طب ما تيجي نجرب الكالك كده ونجيبها بالكالك على طول ونشوف الانسر تطلع كام. افتح البراكت، نيجاتيف 5 كلوز براكت باور 2 ماينس 4 باي 7 باي 2 ايكوال. بص كده طلعت نيجاتيف 31. يا مستر دي نيجاتيف 31 يعني طلع النمبر نيجاتيف، اقول له ساعتها ان هم ايه؟ 2 كومبلكس، 2 كومبلكس اند نون ريل نمبر. خلاص يا شباب. طيب تعالى بقى ايه، نخش على الشرح اللي احنا ايه، او الافكار او الرولز اللي احنا اشتغلناها. طبعا انت عارف ان احنا خلاص عرفنا ان في ديسكريمنت بتاعنا، وطبعا دي الجنرال من الفورمولا، والديسكريمنت اللي هو الاكسبريشن بتاعنا دوت. احنا قلنا 3 كيسز، يا اما يطلع جريتر ذان الزيرو او بوزيتيف، ساعتها بنقول ان هم تو ديفرنت ريل روتس. كيس نمبر 2، يا اما يكون ايكوال زيرو، ساعتها بنقول ان هم تو ايكوال ريل روتس. يعني الريل ليه تو كيسز، يا اما يكون مور ذان الزيرو، يا اما يكون ايكوال زيرو. طيب بالنسبه للايه، لو كان ليس ذان الزيرو او نيجاتيف، ساعتها بقول ان هم تو كومبلكس اند نون ريل روتس. خلاص، زي ما انت شايف كده هو بس الرول ده، مش محتاج اكتر من كده. والليسون بتاع النهارده ان شاء الله سهل جدا ويخلص بسرعه. طب الشكل بتاعها في الجراف احنا كنا خدناه قبل كده.
لو كان بوزيتيف يعني greater than الزيرو، يعني في intersection between the curve of the function and the x axis at 2 point. تمام، زي ما عملنا ريفيجن في ايه في اول ايه في اول في ليسون 1، او احنا خدناها في بريب 3 برضه. طب هنا لما يكون equal بيعمل touch with the x axis at 1 point، او في only one intersecting point بس، ده لما بيكون equal. طب لو كان less than الزيرو اللي هم التو كومبلكس، مفيش انترسكشن بين الكيرف وبين الاكس اكسس، ممكن يكون اب، ممكن يكون الناحيه دي، ممكن يكون الناحيه دي، المهم ما يكونش في انترسكشن بين الكيرف وبين الاكس اكسس. تمام يا شباب؟ طيب تعالى بقى ايه ناخد شويه اكسرسايز كده مع بعض. ها. بيقول ايه determine the type of the two roots of each of the following equations without solve it. without solve خلاص انا بجيب الفاليو اوف ايه، الاي اللي هو قبل الاكس باور 2 ادي 1، اما البي اللي هي النيجاتيف 2، طب والسي اللي هي الابسوليوت تيرم which is 5. خلاص اكتب الديسكريمنت بتاعك، احفظ معايا بقى عشان تحفظه. بي باور 2 ماينس 4 اي سي. بي باور 2 يعني نيجاتيف 2 باور 2 ماينس 4 ملتبلاي 1 ملتبلاي ال 5 ايكوال. شوف الفاليو، عايز تحطها على الكالك حطها، عايز تجيبها بدماغك جيبها بدماغك على طول. طب هي دي نيجاتيف 2 باور 2 تطلع ب 4 ماينس 4 باي 1 ب 4، 4 باي 5 تطلع ب 20 ايكوال ايه؟ 4 ماينس 20 ايكوال نيجاتيف 16. طبعا لما تطلع نيجاتيف بص كده الانسر بتاعتك تبقى ايه؟ 2 كومبلكس اند نون ريل روتس. طيب ده اكسرسايز. تعال نشوف الثاني برضو نفس الكلام. الاي ذا نمبر which is before x باور 2 اللي هو ب 1، اما البي ذا coefficient of x اللي هو نيجاتيف 10. ده سي از ايه which is absolute term اللي هو 25. انت بقى حضرتك خلاص بقى احفظ معايا الديسكريمنت، انا بقوله كل شويه عشان تحفظه. بي باور 2 ماينس 4 اي سي. طب البي اللي هي النيجاتيف 10 باور 2 ماينس 4 تايمز 1 تايمز 25. حطها على الكالك اعملها بدماغك مش هتفرق. دي 100 ماينس 4 باي 1 ب 4، 4 باي 25 ايكوال 100، 100 ماينس 100 ايكوال 0. ساعتها بيبقوا يا شباب 2 real and equal roots او 2 equal real roots. another exercise. الاكسرسايز اللي جاي دوت طبعا هيبقى ياكد الفكره الثالثه. determining the type of the roots of each of the following. طبعا الاي the coefficient of x power 2 which is negative 1. البي the coefficient of x which is 5. c is the absolute term which is negative 3. اوكي. طب نبدا نكتب الديسكريمنت بتاعنا. ايوه انا سامع الناس بتقول معايا كده، يلا قول ها. بي باور 2 ماينس 4 اي سي، اعمل سبستيتيوشن. 5 باور 2 ماينس 4 ملتبلاي نيجاتيف 1 ملتبلاي نيجاتيف 3. خلاص نبدا نجيب الفاليو دي 25. ها نيجاتيف باي نيجاتيف تطلع بوزيتيف، باي نيجاتيف تاني تطلع نيجاتيف. 4 باي 1 ب 4، باي 3 تطلع ب 12. 25 ماينس 12 تطلع ب 13. 13 دي بوزيتيف نمبر، لما يكون بوزيتيف نمبر احنا قلنا ساعتها هيكون ايه بقى؟ two different real roots. خلاص يبقى احنا كده نفهم يا شباب ان احنا عندنا two cases بيكون فيهم two real roots. يا لو كان more than الزيرو يا اما يكون ايه less، هيكون equal للزيرو. اما لو كان less than الزيرو فساعتها بنقول ان هم ايه يا شباب؟ two complex and non real. طب question جديد كده بيقول ايه؟ prove that the two roots of the equation. ادي الايكويشن اهي 2x باور 2. طبعا انا بجي ادي الايه اهي وانا ماشي كده على طول، ادي البي ادي السي ار كومبلكس. خلاص هو بيحدد ان هم كومبلكس وعايزك تعمل بروف، فانا خلاص بجيب الفاليو بتاعت الايه اكتبها كده في الجيفنز بتاعتي. هنا 2 نيجاتيف 3 اند 2. هالديسكريمنت بتاعك بقى عندنا البي باور 2 اهي ماينس 4 اي سي، اعمل سبستيتيوشن يلا يبقى نيجاتيف 3 باور 2 ماينس 4 ملتبلاي 2 ملتبلاي 2. طيب 3 نيجاتيف 3 باور 2 تطلع ب 9 ماينس 4 باي 2 ب 8، 8 باي 2 تطلع ب 16. 9 ماينس 16 نيجاتيف 7. ايه ده؟ دي تطلع نيجاتيف 7. طالما نيجاتيف وليس ذان الزيرو ساعتها شايف ان هم ايه؟ 2 كومبلكس نمبر. طيب خلاص خد بالك بقى من كلمه كومبلكس نمبر دي. هو دلوقتي بيقول لك ايه؟ then use the general formula to find those two roots. حلو، هو عايزنا نجيب الانسر او السوليوشن 6 عشان اجيب الايه roots. لما يكونوا 2 كومبلكس هقول لك معلومه ممكن تحتاج لها بعد كده. يبقى كل واحد فيهم كونجيجيت للتاني. يعني ايه؟ يعني لو واحد فيهم مثلا طلع كده 1 بلس 5i، الكونجكت بتاعه زي ما خدنا في ليسون 1 هيبقى 1 ماينس 5، هيبقى هم التو روتس. لو دي از اكزامبل، مش شرط يطلع نفس الحل بتاع الاكسرسايز دوت، بس هي جت في ايه في الفكره دلوقتي واحنا قاعدين. لما يكونوا تو كومبلكس كل واحد فيهم كونجكت للتاني. طب ما تيجي نجرب المعلومه ديت ونشوفها هنا. احنا كده هنكتب الجنرال فورمولا بتاعتنا الاكس ايكوال نيجاتيف بي بوزيتيف اور نيجاتيف روت بي باور 2 ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي. خلاص ابدا اعمل سبستيوشن بتاعتك، تبقى دي نيجاتيف نيجاتيف 3
بوزيتيف اور نيجاتيف، ادي روت اهو، نيجاتيف 3 باور 2 ماينس 4 باي 2 باي 2 اوفر كام؟ 2 باي 2. خلاص انا كده جبتها وممكن اكمل بيها، بس انا هكمل بالكالك احسن. نعمل مود 5 3. ودي طريقه تانية على فكره تحدد بيها الروتس من غير الديسكريمنت على طول، عشان لو جات لك تشوز. انت طبعا انت عارف هتكتب الايه، عندنا الايه كانت ب 2 ايكوال نيجاتيف 3 ايكوال 2 ايكوال تاني. بص كده تطلع 3 اوفر 4 بلس روت 7 اوفر 4 اي. طبعا دي كده خلاص الكومبلكس. وانا لسه قايل لك من شويه دي اكس 1 يعني الفيرست روت. ده سكند روت هيبقى نفس النمبر بالظبط، بس بعمل تشينج الميدل ساين او تشينج تو ذا ساين اوف ذا ايه، ذا ايماجينري بارت، هيبقى الكونجكت بتاعه. يبقى اقول له كده 2 روتس 3 اوفر 4 بلس 7 اوفر 4 اي، والتاني هيبقى 3 اوفر 4 ماينس 7 اوفر 4 اي. تمام كده يا شباب؟ زي ما انت شايف الموضوع اصلا سهل، والليسون سهل جدا جدا، ويخلص في كلمه ونص. تمام، بس احنا هنقول الاكسرسايز عشان يبقى احنا ايه راجعنا على كل حاجه. خد بالك من الاكسرسايز اللي جاي ده برضو فيه فكره كده وفيه تكايه صغيره. بيقول لك ايه؟ if the two roots of the following quadratic equation are equal. حلو، equal دي يبقى عم الديسكريمنت بتاعنا يا شباب equal كام؟ equal 0. خلاص طالما ريل وايكوال يبقى discriminant equal 0. طب تعالى نكمل. ها، find the value of k. طبعا احنا عندنا ده هيبقى الايه، وهنا الاكس تبقى دي البي. طب ايه ده، هي دي سي ولا دي سي؟ الاثنين مع بعض هم اسمهم سي، هو الابسوليوت تيرم السي. يبقى الايه عندنا از 1، البي از نيجاتيف 3، سي از 2 بلس 1 اوفر كي. مستر احنا هنتلخبط ولا تتلخبط ولا حاجه، هحلها لك منتر واخليك تحلها بالكالك وتجيب الانسر على طول. طب احنا هنشتغل بقى على طول بالديسكريمنت، البي باور 2 ماينس 4 اي سي. طب يلا، البي اللي هي عباره عن كام؟ عباره عن نيجاتيف 3 باور 2 ماينس 4 ملتبلاي ايه اللي هي ب 1 ملتبلاي، لازم افتح براكت بقى، احط السي كلها جوه براكت. ليه؟ عشان هي عباره عن بلس اند ماينس، او بلس بتوين تو تيرم. نيجاتيف 3 باور 2 تطلع ب 9 ماينس 4 باي 1 دي ب 4، دي ب 4. طب يلا، يبقى دي ال 4 اهي، وادي البراكت الثاني اهو عشان نمشي خطوه خطوه عشان ما حدش يتلخبط. بعد كده لازم افك البراكت، 4 باي 2 تطلع ب 8، ما انساش ال 9 ماينس 8. 4 او نيجاتيف 4 باي بوزيتيف 1 تطلع نيجاتيف 4 اوفر كي. كل دوت يا شباب ايكوال زيرو. طب ليه ايكوال زيرو يا مستر؟ انا ما كنتش كاتبها الاول، انا نسيت اكتبها. بس انت عارف احنا قلنا طالما ايكوال يبقى عم الديسكريمنت بتاعنا بكام يا شباب؟ بزيرو. خلاص، طب ما انا كده يا مستر خلاص جبت الانسر بقى، تحلها كانها ايكويشن. 9 ماينس 8 ب 1 ماينس 4 اوفر كي ايكوال زيرو. خلاص انا عايز اجيب الفاليو اوف كي، طبعا دي بالنيجاتيف هتروح رايحه بالبوزيتيف اهي. يبقى المفروض عندي ال1 هتبقى ايكوال 4 اوفر كي. طب ممكن اعمل كروس مالتيبليكيشن، 1 باي 4 اوفر 1، يبقى الكي عباره عن 1 باي 4 اوفر 1، يبقى الكي ايكوال كام؟ ايكوال 4. خلاص. طب انا يا مستر انا مش عايز اعمل كده، انا عايز انجز بقى واجيب من الاخر واحلها في الكلب. تكتب ده كله في الكلب. طب ازاي هكتبها في الكالك؟ تعالى بقى اعلمك طريقه احنا كده كده هنحتاج لها لما نيجي نشتغل في الجيومتري في السيميلاريتي وايه نحل بيها الايكويشن كتير. نرجع الكالك بس المود 1. انا بكتب كل الاكسبريشن، يعني شايف ده كله، كل ده بيتكتب زي ما هو. بص كده اهو، افتح براكت، نيجاتيف 3 كلوز براكت باور 2 ماينس 4 باي 1 افتح براكت تاني 2 بلس فراكشن 1 اوفر الكي بنكتبها اكس الفا اكس زي ما انت متعود تكتب في الايكويشن بتاع تريب 3. هنا في بعد، خد بالك بعد البراكت في عندك هنا في ايكوال. انا ما بكتبش بقى الايكوال العاديه اللي هي دي، بكتب الايكوال اللي هي لونها احمر، اللي هي ايه، اللي فوق كلمه كالك دي. فلازم ادوس الفا كالك، بعد كده بكتب زيرو. لو دوست على ايكوال دي اللي هي العاديه مش هيديك انسر، لكن لازم ادوس ايه، شيفت كالك، بعد كده ادوس ايكوال، تطلع على طول من غير ما تفكر الاكس بتطلع بكام لفوق زي ما احنا طلعناها بالظبط. طب انا متاح احل بيها في الامتحان؟ طبعا متاح تحل بيها في الامتحان، والدنيا زي الفل وجميله وسهله جدا جدا. تعالوا يا شباب نشوف اكسرسايز تاني كده، ممكن يكون دسم شويه وملان شويه، بس هو فكره برضو من ضمن الافكار، وبعد كده نخش على تشوز ان شاء الله. هنا بيقول لك find the two roots of the equation x power 2 minus kx plus 2k minus 4x plus 5 if the two roots of the equation are equal. خلاص هم طالما equal يبقى انت عندك الديسكريمنت بتاعك equal 0. طب هو فين الديسكريمنت؟ احنا عارفين الرول بتاعه اللي هو البي باور 2، البي باور 2 ماينس 4 اي سي المفروض يكون ايكوال 0. طب فين الاي؟ الاي هي النمبر اللي قبل اكس باور 2 اللي هو ب 1. طب البي النمبر اللي قبل اكس. طب ما انا عندي هنا اكس وعندي هنا كمان اكس، يبقى النمبر ده وكمان النمبر ده
طب ازاي يا مستر هو ينفع؟ ينفع طبعا. ليه؟ احنا لو رتبنا الايكويشن دي، بصوا يا شباب، اكس باور 2، بجيب الاكس ايه جنب بعض ماينس كي اكس، واجيب جنبها ماينس 4 اكس، واجيب بعد كده 2 كي بلس ال 5. تمام؟ يبقى ده كده الكوفيشنت بتاع اكس باور 2. فلسه ما هكمل، هاخد الاكس كومن فاكتور. لما تيجي تاخد الاكس كومن فاكتور هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن كي، خدت الاكس يتفضل نيجاتيف كي، وخدت الفور الاكس يتفضل نيجاتيف 4. بس في حاجه ثانيه، ان هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف، فتاخدها كومن فاكتور. تمام؟ طب بعد كده ده كله هيبقى هو السي، اللي هو 2 كي بلس ال 5. تمام يا شباب؟ يبقى انا كده ايه، خدت جبت الايه اللي هي تبقى 1، اما البي هتبقى نيجاتيف كي بلس 4. طب والسي اللي هتبقى الابسوليوت تيرم، اللي هو حطه برده جوه براكت، ال 2 كي بلس ال 5. خلاص؟ ده كده بالنسبه للاي والبي والسي. طيب تعالى بقى نبدا نعوض في الايه، في الديسكريمنت بتاعنا. ادي البي باور 2 هيبقى براكت كبير كده نيجاتيف كي بلس 4 ايه في البراكت باور 2. طب احنا دلوقتي عندنا براكت باور 2، اول حاجه الباور الايفن دي بتكنسل نيجاتيف، خلاص يبقى البراكت ده كله كانه باور 2 ماينس 4 باي ايه اللي هي ب 1. افتح براكت واكتب السي اللي احنا جايبينها ب 2 كي بلس 5 ايكوال 0. خلاص كده كمل بقى. طبعا البراكت ده يا شباب بيتفك زي ما كنا بناخد في بريب، الفيرست باي نفسه والسكند باي نفسه والفيرست باي السكند باي 2. كي باي كي تبقى كي باور 2، كي باي 4 باي 2 تطلع ب 8 كي، 4 باي 4 تبقى بكام؟ ب 16. خلاص؟ هنا 4 باي 1 تطلع ب 4. اعمل بقى 4 باي 2 تطلع ب 8 كي، نيجاتيف 8 كي. طب نيجاتيف 4 باي 5 تطلع نيجاتيف 20 ايكوال 0. اعمل سمبليفاي بقى، جمع اللايك تيرم او اللي شبه بعض. الكي باور 2 مفيش حاجه شبهها، دي بوزيتيف 8 كي ودي نيجاتيف 8 كي هيتكنسلوا. بوزيتيف 16 ماينس 20 تطلع ماينس 4 ايكوال 0. خلاص حلها كانها ايكويشن، تودي ال 4 بعكس الساين، يبقى الكي باور 2 ايكوال 4. طب هات الكي، الكي بجيب السكوير روت لل4 تبقى بوزيتيف ونيجاتيف، روت ال4 تبقى بوزيتيف ونيجاتيف كام؟ يبقى دي الفاليو بتاعت الكي. تمام يا شباب؟ طيب تعال نخش بقى على الحاجات الايه اللي هي الاكسرسايز اللي هي بتيجي دايما في الامتحانات بالنسبه للليسون دوت، وهي معظمها بتكون تشوز يعني. هنا بيقول لك ايه؟ the two roots of the equation x power 2 minus 5x plus 11 equals 0. هنا انا عندي طريقتين للحل، يا اما اشتغل بالكالك مود 5 3 اهو، بص كده عشان ايه اريح نفسي على طول. طيب هتكتب الاي ب 1، البي اللي هي بنيجاتيف 5، والسي اللي هي بكام؟ ب 11. بص بقى هي هتطلع لك كده، بص اكس 1، خد بالك اكس 1 دي طلعت فيها اي وانا مغمض كده كي كومبلكس، خلاص يبقى دي كده 2 كومبلكس ايه اند نون ريل. طب نمبر 2 ذا تو روتس اوف ذا ايكويشن، دي كده الايكويشن دي مش جاهزه، دي فيها مشكلتين، لازم تكون ايكوال 0 هي ايكوال 5، فسهل ان انا اعدل 5 بعكس الساين. تاني حاجه فيها براكت، فك البراكت، اكس باي اكس هتبقى اكس باور 2، اكس ملتبلاي 2 تطلع نيجاتيف 2 اكس، وتعدل 5 الناحيه الثانيه تبقى ماينس 5 ايكوال 0. خلاص نفس الفكره بقى بالظبط، هتعمل نفس الكلام بالظبط بالكالك اهو، جيب الكالك. يا اما لو انت عايز تشتغل بالديسكريمنت على طول اشتغل، هتبقى ايه 1 ايكوال نيجاتيف 2 ايكوال نيجاتيف 5 ايكوال تاني. بص كده 1 بلس روت 6، خد بالك عشان دي مهمه قوي، دي اكس 1 اهي، بعد كده هنا اكس 2. طب هي فيها اي؟ ما فيهاش اي، ده هما الاثنين دول تو ريل نمبرز، بس تو ريل ايه ديفرنت، تو ريل ديفرنت او تو ديفرنت ريل روتس. نمبر 3 بقى دي سهله، خد بالك ما تخضكش، لكن هي فيها مشكله ان هي مش جاهزه. احنا لما بنيجي نشتغل يا شباب بنشتغل في حاجه اسمها الكوادراتيك ايكويشن، يعني لازم اكس باور 2، هنا ما فيش اكس باور 2. طب ده انا عندي في مشكله اكبر اللي هي الاكس اللي في الدينومينيتور، فانا لازم اخلص منها. لما اجي اخلص من حاجه بالديفايد يا شباب لازم اعملها بالباي. يعني ايه؟ يعني انا عشان اشيل اكس دي من هنا هعمل هنا باي اكس، وهنا كمان باي اكس، وهنا كمان باي اكس. طب اكس باي اكس تطلع اكس باور 2، 9 ملتبلاي اكس، الاكس كانسلت مع الاكس يتفضل عندك 9 ايكوال 6 ملتبلاي اكس تبقى 6 اكس. هنا في مشكله ان هي نوت ايكوال 0، خلاص عدل 6 اكس الناحيه الثانيه بعكس الساين، يبقى الاكس باور 2 ماينس 6 اكس بلس 9 ايكوال 0. خلاص واشتغل بقى بالديسكريمنت، اشتغل بالكالك براحتي. انا دلوقتي اللي عايز اشتغل بالكالك عشان اوريك حاجه مهمه جدا، قلت لك اوريها لك ايه بعد شويه. بصوا يا شباب، لو انا جبت الكالك اهي، احنا طبعا عندنا هنا اهو الاي بتاعتنا ايكوال 1، البي نيجاتيف 6 ايكوال السي اللي هي ب 9 ايكوال، خد بالك بقى من اللي جاي كده ايكوال 10. دي اكس واحده بس، المسائل اللي فاتت او الاكسرسايز اللي كان فيه اكس 1 واكس 2، دي اكس واحده بس وطلعت 3.
يبقى هنا هي ليها روت واحد؟ لا، ده هم ليها تو روتس ايكوال. طالما اكس من غير 1 و2 يبقى دي هي 2 ايكوال ريل روتس. طيب يبقى هنا انا عندي ايه في نمبر 3 تطلع 2 ايكوال ريل روتس، يبقى تشويز نمبر ايه. طب نمبر 4 بيقول لك ايه؟ The two roots of the equation 6x power 2 equal 19x minus 15. طبعا انت لازم تخليها equal 0. يبقى 6x power 2 اهي minus 19x بلس 15 equal 0. طبعا كلك ترتاح ياتيك النجاح، اظبط ادائك يتظبط. تمام. الكالك معاك بتحل لك كل المشاكل بس وانت فاهم. تمام. طب يلا 6 6 equal ها نيجاتيف 19 equal 15 equal 10. الله، بص كده، ده طلع فراكشن يا مستر. الفراكشن، ما الفراكشن ما احنا عارفين هو ريل، بس هو ممكن يجي يقول لك ده راشونال ولا نوت راشونال. طبعا طالما فراكشن يبقى راشونال خالص. طب دوت اكس 1 يبقى اكيد في اكس 2. يبقى انا عندي هنا 2 ريل ديفرنت. طب 2 ريل ديفرنت تيجي ندور عليها. 2 نون ريل لا مش موجود. 2 ايكوال ريل لا. 2 كونجيجيت ايماجينري لا. طب 2 ديفرنت راشونال ما كانش فيه ايكوال، احنا خدناها ريل، بس احنا قلنا ان الراشونال هو ايه الريل. طب كويشن نمبر 5 بيقول لك ايه؟ number of values of real x which satisfy 2x power 2 minus 7x equal 5. يبقى انا عندي كده 2x power 2 minus 7x minus 5 equal 0. هو هنا بيسألك على هي ليها كام روت؟ الطبيعي يكون ليها 2 روتس. خلاص، سواء ريل سواء كومبلكس او. لكن هنا ظبطها لي، قال لي كلمه ايه؟ كلمه ريل. فلازم انا اتاكد ان هم ريل. يعني ممكن يطلعوا كومبلكس، لو طلع كومبلكس يبقى اقول له 0. فتتاكد ان هم ريل ازاي؟ تجيب الكالك الجميله بتاعتك اهي، او تشتغل بالديسكريمنت. تعال نشتغل بقى بالديسكريمنت المره دي، اللي هو البي باور 2 ماينس 4 اي سي. البي اللي هي النيجاتيف 7 باور 2 ماينس 4 ملتبلاي 2 ملتبلاي نيجاتيف 5. طيب طبعا ده نوت كده الايكويشن. طب دي نيجاتيف 7 باور 2 فعناها 49. نيجاتيف باي بوزيتيف، نيجاتيف باي نيجاتيف تطلع بوزيتيف. 4 باي 2 8، 8 باي 5 تطلع ب 40. بص كده تطلع 89. 89 بوزيتيف ولا نيجاتيف يا مستر؟ دي بوزيتيف. خلاص يبقى ليها 2 ريل 2 ريل 2 ريل. ماشي يا شباب. طيب تعالى ناخد اكسرسايز تاني كده. كويشن نمبر 16 ده يا جماعه ده مهم جدا، ونمبر 17 ونمبر 18 برضو افكار على طول بتيجي في امتحانات يعني. بيقول لك if the two roots of the equation x power 2 minus 4x plus k equal 0 are real. ايه ده؟ هو قال real. طب هو حدد equal ولا قال different؟ لا. طب انا عندي حالتين، لو كانوا different يبقى المفروض يكون more than الزيرو، لو كانوا equal يبقى المفروض equal 0. طب انا هشتغل بانهي واحده في الاثنين؟ تشتغل بالاثنين ازاي؟ احنا عندنا يا شباب الديسكريمنت بتاعنا اللي هو البي باور 2 ماينس 4 اي سي. لو كان انا عندي الزيرو اهو، لو كان مور ذان الزيرو ريل، ولو كان ايكوال للزيرو برضو ايه ريل. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هتبدا تعمل سبستيتيوشن. يعني ايه سبستيتيوشن؟ يعني هتشيل وتحط، هتعوض كل فاليو او كل لتر بالايه بالفاليو بتاعته. فور اي سي جريتر ذان اور ايكوال 0. طب ما تيجي نشتغل بقى واحده واحده. اول حاجه انا عندي هنا خلاص بقى قبل ما انسى، هنا عندك الاي، هنا عندك البي، هنا عندك السي. البي اللي هي نيجاتيف 4 يبقى خليها كده نيجاتيف 4 باور 2 ماينس 4 ملتبلاي ايه اللي هي كانت ب 1 اهي ملتبلاي سي اللي هي بالكي. كل دوت جريتر ذان اور ايكوال كام؟ 0. طب يلا نيجاتيف 4 باور 2 تطلع ب 16 ماينس 4 باي 1 ب 4، 4 باي كي تطلع 4 كي جريتر ذان اور ايكوال 0. حلو. انا عايز اجيب الكي ديت كانها انيكواليتي. طبيعي انك هتودي ال 16 هناك بعكس الساين اهي، دي بوزيتيف تروح رايحه بالنيجاتيف، تبقى دي نيجاتيف 4 كي. 0 ماينس 16 بنيجاتيف 16. هعمل ديفايدد للنيجاتيف 4. نرجع بقى لبريب. حاجه مهمه جدا، لما اجي اعمل ديفايد على نيجاتيف بعكس الانيكواليتي بتاعتي. يبقى الكي سمولر ذان اور ايكوال 4. نيجاتيف 16 ديفايد نيجاتيف 4 ب 4. طب حلو، لما اجي اكتبها از انيكواليتي هي الكي سمولر ذان ال 4. طب بكام؟ يعني اي نمبر اصغر من 4، وليكن نبدا بالنيجاتيف انفينيتي لحد ال 4. ال 4 دي كلوزد ولا اوبن؟ طالما فيها ايكوال تبقى كلوزد. يبقى الانسر بتاعتنا نمبر. تمام يا شباب. طيب تعالى ناخد الاكسرسايز اللي بعديه واللي هو تقريبا هيكون نفس الفكره. بيقول ايه في الاكسرسايز الثاني؟ if the roots of the equation x power 2 plus 3x plus k equal 0 are ايه different real. يبقى المره دي مش هنشتغل زي اللي فاتت، هنقول كده ان البي باور 2 minus 4ac
مور ذان الزيرو بس، ما فيهاش ايكوال، لان هو قال لك تو ديفرنت. خلاص ادي الاي، ادي البي، ادي السي، نفس الكلام بالظبط. يبقى انت عندك البي اللي هي ب 3 باور 2 ماينس 4 باي 1 باي كي جريتر ذان الزيرو، تبقى دي 9 ماينس 4 باي 1 ب 4 كي مور ذان الزيرو. في واحد يقول لك 9 ماينس 4 5، اقول له غلط، 9 ماينس 4 ما تنفعش لان دي 4 كي مش 4 بس. فانت هتعمل ايه؟ يا اما اودي ال 9 الناحيه الثانيه بعكس الساين، يا اما اودي ال 4 كي. طب ودي دي الناحيه الثانيه بعكس الساين تبقى بلس 4 كي اهي. يبقى ال 9 جريتر ذان 4 كي، عشان اجيب الكي يبقى اودي دي بالديفايدد. يبقى ال 9 اوفر 4 جريتر ذان الكي، او الكي اقول له ليس ذان 9 اوفر 4. يبقى 9 اوفر 4 دي معناها 2.5، يعني 2 اند هاف. طب هو بيقول لك ايه بقى؟ if the roots of the equation x power 2 are different then k cannot be، ما ينفعش تكون كام؟ يعني الكي اي نمبر اصغر من 2 بوينت هاف. طب دي نيجاتيف 1 تنفع. طب دي 2 اصغر من 2 بوينت هاف. طب وديت اصغر من 2، يبقى مفيش غير مين؟ مفيش غير عندي غير نمبر 3. تمام يا شباب؟ طيب تعالى ناخد اكسرسايز نمبر 18. بيقول ايه في نمبر 18؟ if the roots of the equation kx power 2 minus kx minus 8x plus 16 equal 0 are two complex. خلاص هي طالما 2 complex بقى يا شباب يبقى احنا عارفين. هنا بيقول لك 2 complex، يعني المفروض less than الزيرو. مين هو اللي less than الزيرو؟ اللي هو الديسكريمنت بتاعك، يعني البي باور 2 minus 4 اي سي اصغر من الزيرو. طيب مين هو الديسكريمنت؟ احنا كتبناه، ادي الاي اهي، ادي البي، ادي السي. بيقول لك find the value of a. طيب تعالى البي اللي هي عباره عن نيجاتيف 8 باور 2 ماينس 4 ملتبلاي كي اللي هي اسمها ايه؟ ملتبلاي 16 ليس ذان الزيرو. طيب دي نيجاتيف 8 باور 2 ب 64. هنا طبعا هستخدم ايه؟ الكالك، اقول نيجاتيف 4 باي 16 تطلع برضو ايه؟ 64 كي ليس ذان الزيرو. اودي ال 64 ولا اودي الكي مش هتفرق، انا بحب اودي النيجاتيف عشان ما اضطرش ان انا اعكس الساين. 64 كي هنا بقى عندي 64 اهي ليس ذان 0 بلس 64 كي تطلع 64 كي. لما اجي اعمل ديفايدد هعمل ديفايدد اوفر 64 تبقى ال1 ليس ذان الكي، او ممكن اعكسها بقى اقول له ان الكي جريتر ذان ال1. طب الكي لما تكون جريتر ذان ال1 يبقى اي نمبر اكبر من ال1 يبقى هي ايه؟ اخري بوزيتيف انفينيتي. طب ال1 هنا عنده ايكوال؟ لا ما عندوش ايكوال، يبقى كانها 1 اوبن. طب ممكن تجي لي بالشكل دوت از انيكواليتي، وممكن يجي التشويس بتاعي از انترفال. ايه اللي موجود عندي بختاره. طبعا انا عندي هنا دي اللي هو التشويس بتاعي. تعالوا نشوف question number 19 كده يا شباب. بيقول ايه in the equation 75x power 2 plus 7kx plus 3 equal 0 if k greater than or equal 5 then the two roots of the equation are equal ولا complex ولا non-real ولا different ولا different real. طيب احنا عندنا الديسكريمنت بتاعنا اللي هو البي باور 2 minus 4ac. طيب البي اللي هي عباره عن كام؟ عباره عن 7k باور 2 minus 4 باي 75 باي كي سي اللي هي ب 3. طيب ايه حكايه بقى ان الكي جريتر ذان اور ايكوال 5؟ يعني الكي دي ممكن تكون ايكوال 5 او اي نمبر اكبر من 5. يعني ايه؟ يعني مثلا دي بدل ما هي 7 كي انا ممكن اكتب كانها 7 باي 5 او 7 باي 6 او 7 باي 7 واشوف الانسر. لو طلعت بوزيتيف يبقى احنا عندنا 2 ديفرنت ريل، لو طلعت ايكوال 0 يبقى عندنا 2 ايكوال ريل، لو طلعت نيجاتيف يبقى عندنا 2 كومبلكس. طب ما تيجي نجربها بالكالكو بتاعتنا كده ونجيب الانسر بتاعتنا على طول. بصوا كده يا شباب، احنا قلنا ايه؟ هنكتب يد البراكت اهو، مود 1 ادي البراكت 7 باي 5 كلوز براكت باور 2 ماينس 4 باي 75 باي 3 دوس ايكوال كده. طلعت كام؟ بوزيتيف. طالما بوزيتيف يبقى 2 ديفرنت ريل. طب ما تيجي نجرب تاني نمبر تاني اكبر من ال 5، مثلا جرب 7 اهي. شوف كده هتطلع ايه؟ هتطلع بوزيتيف، تطلع برضه بوزيتيف. يبقى انا عندي 2 ديفرنت ريل. طيب تعال نشوف الاكسرسايز اللي بعده كده. برضه يا شباب احنا مكملين مع بعض في التشوز، ودي اخر حاجه عندنا، وان شاء الله كده خلصنا الليسون ده. in the quadratic equation f of x equals 0 if the discriminant is negative يبقى المفروض الايه؟ الاس اس هتبقى 5 زي ما خدناها في كوريب 3.
يبقى نو انترسكتنج زي ما شرحناها في اول الحصه، اول الدرس بتاع النهارده، اللي انت ايه الانسر بتاعتنا هتبقى دي. بص يا شباب، نمبر 27 بيقول لك ايه؟ each of the following figures represents the curve of the function f of x equal ax power 2 plus bx plus c. Which of these figure does have b power 2 minus 4ac equal ايه 0؟ طالما equal 0 يبقى هم 2 real equal. خلاص، 2 ريل ايكوال يبقى بيعمل تاتش للاكس اكسس ات اونلي 1 بوينت. تمام كده بقى يا شباب، الليسون بتاعنا بتاع النهارده خلص. اتمنى ليكم التوفيق ان شاء الله، واتمنى ان شاء الله يعني لو في مشكله عندك ولا حاجه سيبها لي تحت في الكومنت. وبالتوفيق يا شباب ان شاء الله، واشوفكم بخير ونتلاقى الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.